هو ايه ده؟ لحظه، ايه ده؟ حكوا عليك يا عمو. ما جبتش مطفي الورق عشان حرام. روح لربنا اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. قعدني بقى يا ابني، انا تعبت. الله يبارك لك اهو، انا زهقت. تعالى يا بابا خلاص هتقعد اهو. اقعد بقى هنا. ايوه زي ما انت كده. الله يكرمك. اقعد بقى، انا هكلم الراجل اللي هو اللي هيجي يأجر الشقه. مش عارف هي واحده ولا واحد. هيجي يبصمك على الورق وهجيب لك ال 2000 جنيه بتوع الايجار. بس ما تاخرش عليا. مش هتاخر عليك. استاذه بعد اذنك بس ثواني كده 200 بس عشان ما يسمعك. انا عايزك بس تيجي على سن انت هتأجر الشقه وتبصمها ابويا بس على الورق ده. انا اجر شقه ليه؟ لا هو ده مش عادي ايجار شقه، يعني كده وكده، بس تخليه يبصم بس على الورق ده ضروري. ايوه ليه؟ بصي انا خايف اخواتي ياخدوا مني الورث وكده وما يدونيش حاجه بعد ما بابا يموت. الدكتور قال له فاضل له شويه وهيموت عشان تعبان بالكبد وكده، فانا بس عايز اضمن حقي. هتمضي له بس على الورق ده وهديك 10000 جنيه. بصي خدي الفلوس معاك اهي. الفلوس معاك اهي. لحظه بس، يعني انت خايف اخواتك يسرقوك فانت تسرقهم؟ يعني انت خايف اخواتك يسرقوك فانت تسرقهم؟ انا هدي لهم حقهم ما تقلقيش. وانا اضمن منين ان انت تدي لهم حقهم؟ انت بس كل اللي عليك هتخليه يمصوا على الورق ده وتاخد 10000 جنيه وتمشي. انت متخيل اللي انت بتقوله اصلا؟ يا ست خلاص انت هتزعلي ليه؟ براحتك، اي حد ياخد 10000 جنيه ويجي يعمل الحوار ده. اقعدي يا ست اقعدي. بابا ايه يا ابني اللي اخرك؟ عليكم الساعه طول كده. ازيك يا حاج؟ اهلا يا انا ابني. جبت لك الراجل اللي هيأجر الشقه اهو. اهلا اهلا حبيبي، اهلا ازيك اهلا يا يا حبيبي؟ حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا ازيك؟ عم وخلص بقى. يلا يلا يا حاج عشان انت ايه؟ عرفته على الشقه؟ ايوه هتأجرها عرفت قد على ايه؟ كل حاجه. هتأجرها قد هجرها ايه؟ عشان انا حاج. جاب بس صبعك كده يا بس ابويا. خلي بالك يا ابني، السباكه اهم حاجه. من عينيا الشقه يا ابني الاتنين. اهم حاجه، الايجار ما اللي تقلقش. تحافظ عليه. ما تقلقش. هو ايه ده؟ لحظه، ايه ده؟ ايه في حاجه يا بنتي ولا ايه؟ ايه ده؟ هات يا حاج صبعك. اهو يا ابني. ايه ده؟ لا يلا يا حاج هات صبع. لا بصوا يا حاج. في ايه؟ لا. في ايه؟ في ايه حضرتك؟ لا في ايه يا ايه؟ بنتي؟ في ايه اللي حصل؟ بيضحكوا عليك يا عمو. حكوا هاتي عليا. بس كده. لا يا حاج هاتي بس كده الورق. الورق بعد اوعى اذنك. بس كده، انت بتهزر. بجيب يا انسه كده بيضحكوا عليك يا عمو، مش هيعملوا حاجه. ايه اللي حصل يا بنتي؟ تعالي قولي لي في ايه؟ بص اقول لك على حاجه. هو عايز يمضيك على البيت، عايز يمضيك على البيت يا حاج عشان- اقعد يا حاج اقعد. بيضحك عايز عليك يسرق انت إخواتك تعرفها ولا اصلا يكبر ولا احنا إخواتك نعرفها؟ كمان. يا بنتي ده ابني أيوة، ابني. إيه ابنك ده؟ يعني ابنك هيسرقك انا يا حاج؟ انت لا هتصدق لا اي حد؟ عمري ابني. انت هتصدق اي حد يا حاج؟ لا، تعرف لا. تسكت؟ هو جه وقال لي ان هو عايزني انا اعمل نفسي المستاجره عشان يمضيك على عقد البيت، وبعد لما انا ما وافقتش جاب الراجل ده. دي كذابه يا حاج. جيب الورق. ليه تاخده ازاي؟ ما جبت مطفي الورق. ما تشوف يا عم مين. انا مش عارف ايه ده. يا بنتي عرفيني في ايه اللي حصل؟ الورقة. يا بنتي انا كفيف ومش عارف ايه اللي بيحصل، ما انا قولي لي. حكيت لك اهو يا عم. هو جه بيقول لي عايزك تعملي نفسك المستاجره وتمضي بابا على عقد البيت والارض والكلام ده عشان اخواتي خايف ان هم ياخدوا حاجه. يا ده مش ولما ايجار انا ما شقه. وافقتش راح جاب صح. يا ده مش ايجار شقه يا بنتي. لا انت يا ابني ايوه يا حاج انا هنا اهو. مش مكسوف من نفسك. ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ مفيش حاجه من الكلام ده يا حاج حقيقه. هي مصلحتها ايه ان هي تقول كلمتين زي دول؟ ليه كده يا ابني؟ طب انت ليه بتعملي كده؟ عشان حرام. روح لربنا اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. حسبي الله ونعم الوكيل شوف فيه. مصلحتك بقى. يا استاذه ثواني كده. نعم. بصي كل اللي حصل ده تمثيل. ده مش ابويا اصلا، ده ممثل معانا. الشخص اللي جه ده معانا في فريق العمل. كل ده بس تجربه اجتماعيه احنا كلنا بنعملها معاك. انا ممثل على فكره معاه. انت ليه ما خدتيش الفلوس منه؟ عشان مش هينفع. ليه مش هينفع ليه؟ ما تربيتش كده، مش هينفع. على الصراحة. فكره لو اي حد اتعرض عليه 10000 جنيه هيوافق وياخد الفلوس. ليه انت ما هو ما ممكن خدتيش؟ ربنا يرزقني بعدين باكتر منهم عادي. كتر خيرك، انت بنت حلال والله. بس كده هتلاقي في حد بيصور منك بيشاور لك اهو. موافق ازاي الحلقه؟ ماشي تمام. اعملها بقى لك